مرحبا، كيفكم؟ لحقوا البرتقال بموسمه وجربوا فيها الوصفة اللي بتشهي. كبسة بالبرتقال، بس شو الطعمة خيال، لازم تجربوها. الوصفة كتير بسيطة، حتى مكوناتها بسيطة وسريعة جدا. خلينا نبدأ على طول فيها. أول إشي بدنا نحتاج للمكون الأساسي واللي هو البرتقال. رح نعصر البرتقال، نضيف عليه زيت الزيتون مع العسل، والمقادير كلها بالضبط رح أكتب لكم إياها بصندوق الوصف باستخدام معلقة الطعام العادية اللي شايفينها. بدنا كمان كاتشب وخردل وزعتر ناشف وتومي طازة وكركم وزنجبيل مبروش. زنجبيل كتير مهم بهاي الوصفة، والأهم من هذا كله إنه نطحنها ناعم وتصير سائلة بهذا القوام اللي رح تشوفوه، لأنه سر هاي التتبيلة تكون سائلة بهذا الشكل. بننزلها على الدجاج مع ملح وفلفل حسب الرغبة، وبندهن الدجاج فيها من تحت الجلد وفوق الجلد منيح حتى توصل النكهات لكل مكان، وبنشويها. بعد هيك رح نحضر لرز الكبس الزاكي اللي رح يكون معها. رح ننزل بطنجرة على الغاز سمنة وبصل وتومة وزنجبيل مبروش مع بهارات حب حسب المتوفر عندكم. بنقليهم على حرارة هادية حتى يصيروا بهذا الشكل. بننزل عليهم جزر مبروش مع معجون الطماطم وبنقلبهم شوي. بعد هيك بنضيف عليهم برش برتقال، كتير نكهته طيبة معها. بننزل عليهم كمان بندورة مقطعة ناعم مع شوية كركم حتى تزبط اللون، وبنضيف عصير البرتقال ومرق الدجاج والملح، وبنتركهم يغلوا 10 دقايق حتى يتسبكوا وياخدوا النكهات من بعض. بعد هيك بننزل عليهم الرز البسمتي، وأول ما تنشف المية عن وجهه بنزل عليهم كمية من السمنة بهذا الشكل وفحمته وتركته لاستوى. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا اعملوا لها حفظ حتى تقدروا ترجعوا لها.